السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك وقفت قدام شاشة وقلت ليه الألوان هنا باهتة وشاشة تانية الألوان تحسسك إنك جوه المشهد؟ السر مش في الفيلم أو الفيديو نفسه، السر في تقنية الألوان والجودة اللي موجودة فيها الشاشة. يلا نجهز قهوتنا وننطلق في رحلة ممتعة، وخلي تركيزكم معايا في كل تفصيل. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. من الابيض والاسود البسيط لحد احدث تقنيات الكيو ال اي دي، الكيو ان اي دي، الاو ال اي دي، الميني ال اي دي، والكيو دي ميني ال اي دي. كل جيل من الشاشات بيحاول يقربنا اكتر للواقع. خليك معايا في الرحلة دي وهتفهم ازاي اتطورت دقة الالوان من البداية لحد النهاردة، وايه اللي يهمك كمشاهد. البداية الابيض والاسود. اول الشاشات ما كانش فيها الوان، مجرد درجات رمادية ابيض واسود. وبعد كده انتقلنا الى تقنية السي ار تي، يعني الانابيب الكاسودية. اول ظهور للالوان الحقيقية 3، وهما احمر واخضر وازرق. وكان العيب في تقنية السي ار تي ضخمة وتقيلة والوانها محدودة. وبعد كده انتقلنا الى تقنية ال سي دي، الكريستال السائل، بلورات سائلة تتحكم في مرور الضوء. الشاشة انحف واوضح، لكن الاسود مش نقي 100%. وبعد كده انتقلنا الى تقنية ال اي دي، الاضاءة الخلفية. استبدلوا الاضاءة القديمة ب ال اي دي، وهنا السطوع اعلى واستهلاك اقل للطاقة. وبعد كده انتقلنا الى تقنية اليو اتش دي كريستال، ودي بتكون الشاشات الاقتصادية، تفاصيل دقيقة واوضح، الوان طبيعية لكن محدودة. الاسود احيانا رمادي غامق، تباين متوسط، سطوع كافي لغرفة عادية، مناسب للمشاهدات الفيديوهات والمسلسلات. السعر مناسب للفئات الاقتصادية. خلاصة اليو اتش دي العادية تعطيك صورة اوضح بدقة ال 4K، لكنها اقل حيوية مقارنة بالشاشات المتقدمة. وبعد كده انتقلنا الى تقنية النانو سيل، هي عبارة عن الجسيمات الصغيرة جدا لتحسين نقاء الالوان وزيادة دقتها وتصفية الالوان غير النقية، خصوصا الاحمر والاخضر، فتظهر الالوان جيدة وزوايا رؤية افضل. وبعد كده انتقلنا الى تقنية الكيو ال اي دي، هي اختصارا لكلمة الكوانتوم دوت. ال اي دي هي نوع من الشاشات ال اي دي العادية، لكن فيها طبقة اضافية صغيرة جدا اسمها الكوانتوم دوتس، بتزيد نطاق الالوان، وهي جزيئات تصدر الالوان دقيقة عند تعرضها للضوء. سطوع قوي ومناسب للغرف المضيئة. وبعد كده انتقلنا الى تقنية الكيو ان اي دي، تدمج ما بين تقنيتين، الكوانتوم دوت والنانو سيل، مع إضاءة خلفية من نوع الميني ال اي دي، مما يعزز من جودة الصورة والألوان بشكل ملحوظ. أولا الكوانتوم دوت، جزيئات صغيرة جدا تحسن دقة الألوان وسطوعها، مما يوفر نطاقا لونيا أوسع. ثانيا النانو سيل، تكنولوجيا تستخدم جزيئات النانو لفلترة الألوان غير المرغوب فيها، مما يحسن نقاء الألوان وزوايا المشاهدة. ثالثا الميني ال اي دي، إضاءة خلفية متقدمة تحتوي على الآلاف من وحدات الإضاءة الصغيرة، مما يتيح تحكما دقيقا في الإضاءة والتباين. وبعد كده انتقلنا إلى تقنية خيالية، ال OLED، اختصارا لكلمة Organic Light Emitting Diode، يعني الصمام العضوي الباعث للضوء. مميزات ال OLED ألوان مذهلة وجودة صورة عالية، كل بيكسل يضيء ويطفي بشكل مستقل. اللون الأسود حقيقي وسطوع عالي للألوان الأخرى. التباين يعني الكونتراست خرافي، لأن اللون الأسود حقيقي مش رمادي زي ال LED. زوايا الرؤية أوسع، ممكن تشوف الشاشة من أي زاوية تقريبا بدون فقدان للألوان أو السطوع. رقيقة وخفيفة الوزن لأن مفيش فيها باكلايت. الشاشة تكون أنحف وأخف. من مميزات أيضا استجابة سريعة ممتازة للألعاب والفيديوهات السريعة. الحركة سلسة جدا بدون تشويش أو تأثير الضبابية. كفاءة في استهلاك الطاقة، تستهلك طاقة أقل لما تعرض محتوى غامق لأن البكسلات السوداء لا تضيء. وبعد كده انتقلنا إلى تقنية ممتازة، الميني ال اي دي، هي نسخة مطورة من شاشات ال اي دي التقليدية. تعتمد على استخدام الآلاف الصمامات الضوئية الصغيرة جدا لإضاءة الشاشة بدلا من المصابيح الكبيرة.
مما يسمح بتحكم أفضل في الإضاءة لكل جزء من الشاشة. مميزات الميني LED بالنسبة للألوان تباين أفضل اللي هو الكونتراست، بسبب إمكانية التحكم في الإضاءة بشكل دقيق جدا لكل المناطق السوداء، بتظهر أكثر عمقا والألوان تبدو أكثر حيوية وسطوع أعلى. الشاشات تدعم مستويات سطوع عالية جدا مما يجعل الألوان واضحة حتى في الغرف المضيئة. الألوان أكثر دقة واقعية وطبيعية، وخاصة في المشاهد المعقدة والفيديوهات عالية الجودة. تفاصيل في الظلام والضوء والتحكم في الإضاءة الدقيقة يقلل من مشاكل التسريب الضوئي عند عرض الأجسام المضيئة في خلفية داكنة. وبعد كده انتقلنا إلى تقنية QD ميني LED. هي نسخة مطورة من الميني LED، تتكون من دمج ما بين الكوانتم دوت وتقنية الميني LED. يعني فيها طبقة إضافية صغيرة جدا اسمها الكوانتم دوتس، تزيد نطاق الألوان، وهي جزيئات تصدر ألوان دقيقة عند تعرضها للضوء. سطوع قوي ومناسب للغرف المضيئة. وكمان فيها تقنية الميني LED تباين أفضل، التحكم في الإضاءة بشكل دقيق جدا لكل المناطق السوداء، بتظهر أكثر عمقا وألوانا تبدو أكثر حيوية وسطوع أعلى. وفي الختام، وزي ما شفنا، رحلة الألوان بدأت من الأبيض والأسود لحد النهاردة، حيث شاشات تعرض مليارات الألوان وتخليك تحس إنك جوه المشهد. والأهم، مش كل الشاشات زي بعض، في فرق كبير بين شاشات ب2000 أو شاشات ب5000 أو شاشات ب10,000 أو أكتر. الفرق مش بس في الحجم، الفرق الحقيقي في دقة الألوان والوضوح. هل الألوان مطابقة للواقع ولا باهتة؟ وهل الأسود فعلا أسود ولا رمادي غامق؟ الشاشة الغالية مش بتديك صورة بس، بتديك تجربة مشاهدة كاملة زي السينما. في المرة الجاية اللي هتشتري فيها الشاشة، فكر، هل عايز مجرد صورة ولا نافذة لعالم ألوان حقيقية تخليك تعيش جوه المشهد؟ وبكده نكون اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن البكسل ووضوح الشاشة اللي هو ريزولوشن، وحلقة اليوم اتكلمنا عن دقة الألوان اللي هي الكونتراست. ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة، وأتمنى المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.